السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتكم وصفات أمسات. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. يتم الوقوف اليوم إن شاء الله. جبت لك ساهل ماهل شي حاجة اللي رائعة جدا بدون فرن، وكان تحت طلب واحد الأخت. كنقول لك مرحبا وألف مرحبا بطلباتكم. غادي نحضروا إن شاء الله بيتزا بدون فرن في المقلاة، رائعة جدا 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 وناجحة مليون في المئة وكتجي كتهبل. غادي تجربوها إن شاء الله وغتولي عندكم معتمدة. طريقة جد مبسطة واقتصادية. نتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم وشاركوها مع الأصدقاء والعائلة ديالكم باش تعم الفائدة على الجميع. كنقول لكم أحبكم في الله، الله يحفظكم لي والله ييسر أموركم. خليكم تكتشفوا وصفة اليوم ويلا نبدأ على بركة الله. بسم الله على بركة الله. هنا في واحد الإناء غادي نحتاجو كأس ونصف من الماء دافئ دائما العبار كأس العنبة، كيوزن 150 مليلتر. عندي ملعقة صغيرة من السكر حبيبات، وجوج معالق صغار ممسوحين من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية. كذلك ضفت ملعقة صغيرة من بودرة الحليب. تنخلط هاد المكونات مزيان باش كتفاعل عندي الخميرة. كنخليها مدة 5 دقائق غير كنحس بها تفاعلات وغادي نضيف ليها الدقيق الابيض او الفرينة. انا راني ضفت الكوب الاول كيوزن 100 غرام، وضفت كذلك الكوب الثاني، وضفت الكوب الثاني ضفت 3 ديال الكؤوس. هنا غير ما تشدش لي في الكاميرا، انا راني كنت موقفه الكاميرا وعلى بالي راني كنصور في الكاميرا، معليش. مهم انني ضفت هنا 3 ديال الكؤوس من الدقيق الابيض او الفرينه. وبالنسبه للاخوات اللي مكيبغوش دقيق الابيض ممكن تضيفوا نصف الكميه دقيق الابيض نصف الكميه دقيق الفينو. وهنايا راني ضفت كذلك ربع كاس من الزيت الزيتون، وحاولت ندخلو في ديك العجينه بهذا الشكل. حطيتها فوق طاوله العمل ودرت ليها 4 كاس ديال الزيت، وبديت كندخل ديك الزيت في العجينه. بعد ما كنحس بها دخلت فيها الزيت واصبحت لينه، كنحطها في البول وكنخليها تختمر جيدا. هنايا بالنسبه للحشوه انا خديت الفلافل الوان، البصله كذلك مشنفه، ضفت لها شويه الفلفل الاسود وشويه الملحه، الزيت، شويه بودره البصل او بودره الثوم. فقط هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو. كنحط كلشي فوق النار وكنخليهم كيتشحروا، ما كنخليهاش طيب بزاف عاوتاني، فقط غير كيدخل الطياب وكنزولها. انا من بعد كيف شفتوا معايا كنطيبهم على نار عاليه، من بعد كنحطهم على جنب. بالنسبه للعجين ديالي هي اختمرات، غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف اللي مهتمه كتكون مضبوطه. كنزول من الهواء اللي تكون بالداخل ديالها، وكنقسمها 3 ديال القطع هاد العجين. كنقسموه. هنا راني غادي نخدم بالفينو، كتخدموا بالدقيق الابيض، غير غادي نبسطها بها باش ما كتلتصقش ليا في يديا. كنبدا كنبسط العجينه ديالي، وفي هاد الاثناء راني خديت المقلاة وحطيتها فوق النار كتسخن. هنا باش تنجح معاكم هاد البيتزا ديال المقله، حاولوا انكم تبسطوها مزيان، ما تخليوهاش غليظه. هانتوما غنوريكم السمك ديالها اللي غتبسطوا فيه العجين. بالنسبه للكميه انا غتعطيني 3 ديال البيتزات، والقطر ديالهم تقريبا في كل وحده غتكون تقريبا شي 26 سنتيمتر. في كل قطعه ديال العجين غادي نبسطوها على 26 سنتيمتر. كنبسطها مزيان بهذه الطريقه، وهانتوما كتشوفوا معايا هذا هو السمك ديالها. بالنسبه للمقلاة سخنات كنحط فيها العجين، وكنجيب واحد الشوكه وكنبقى كنتكا اولا كنتقبوها باش ما كتنتفخش. ضروري هاد المرحله كنخدموها بهذا الشكل. حنا راني حطيناها فوق النار في نفس الوقت راه حنا خدامين فيها. كنتقبوها اولا كنتكوها بالفرشاه شوكه بهذا الشكل باش ما كتنتفخش لينا. هنا راه حنا كنخليوها كتحمر من التحت، لان حنا غادي نقلبوها للجهه الاخرى، عاد غادي نعمروها بالحشوه باش كتجينا طايبه مزيان. كنخليوها لتحت هكا من الاسفل كتحمر، عاد كنقلبوها للجهه الاخرى. بالنسبه للنار تكون متوسطه.
هنا كي شفتوا معايا راه خدات هذا اللون الذهبي. هنايا غادي نبداو كنقلبوها وكنبداو كنعمروها بالحشوه. هنا انا استعملت صلصه جاهزه. بالنسبه لصلصه الطماطم راه شحال من مره حضرتها معكم. اللي ما بغاتهاش جاهزه غادي تاخدي حبه ديال الطماطم او جوج، حبه ديال البصله وفلفله حمراء، شويه الفلفل الاسود، شويه المليحه والزعتر وزيت الزيتون. كنطيبوا كل شيء وكنطحنوه في الهشوار. هذه هي صلصه البيتزا. هنايا ضفت الفلافل والبصله اللي شحرنا، وضفت هنا الطون بالطماطم. ممكن تضيفوا الطون بالزيت اللي بغيتو، كذلك راه ممكن تضيفوه حتى بالدجاج تكونوا شحرتوه من قبل. هنا كنضيف الجبن الموتزاريلا وكنزين بالزيتون وشويه ديال الفلفله في الحمر والاخضر باش كتعطينا واحد المنظر زوين. هنا غادي نغطي عليها ونقص عليها النار ونخليها طيب على خاطرها، منها كتحمر من الاسفل ومنها الجبن عندنا كيذوب. كيف شفتوا معايا هي تحمرات. غادي نزولها وغادي نضيف قطعه اخرى. بالنسبه للقطعه الثانيه غادي نحضرها معكم بصلصه مختلفه. هنايا غادي نتقبها كذلك، دائما كنتكوها بهذا الشكل مزيان باش ما كتنطافخش لينا وكتبقى لينا رقيقه. من بعد كنقلبها للجهه الاخرى بعد ما كتحمر. وهنايا راه غادي نحضروها بصلصه بيضاء. صدقوني هاد البيتزا ديال صلصه بيضاء جات رائعه جدا. بالنسبه لي انا وليداتي عجباتهم بيتزا ديال الصلصه البيضاء اكثر من بيتزا ديال الصلصه الحمراء. انا ضفت صلصه البيشاميل. بالنسبه لصلصه البيشاميل غتاخذوا كاس ديال الحليب مع ملعقه ممسوحه من الدقيق، وكذلك ملعقه كبيره من الدقيق ممسوحه، ملعقه صغيره من الزبده، الفلفل الاسود، شويه الملحه، وغادي نضيفوا جوج حبات ديال الجبن المثلث. كنطحنوا مزيان هادشي كلشي وكنحطوه فوق النار حتى كتقال عندي الخليط. هذه هي صلصه البيشاميل اللي انا وضعت في هاد البيتزا. ممكن تعوضوها بالصلصه البيضاء او لا بالكريمه. هنايا ضفت الجبن، ضفت كذلك الديك المدخن، وضفت الفطر وضفت كذلك الاعشاب المنسمه. هاد الحشوه كتواتى مع بعضيها بشكل زوين وكتجي بنينه. وضفت اخر حاجه هو عاود ضفت الجبن الموتزاريلا. كنغطي عليها وكنخليها حتى كطيب. البيتزا ديالي ها هما وجدوا. كنقدمهم لكم بالصحه والراحه. كنتمنى الاخت اللي طلبات مني هاد البيتزا تكون في الاستماع. تنقول لكم طلباتكم على راسي وعينيا. وكذلك ما تنسونيش بالتشجيعات ولايك والبارطاج، لان التفاعل شويه قليل بزاف يعني منعدم. فقط انا باقا كنستمر على ود الاخوات اللي هما متتبعات قدام وفيات كلكم. كنقول لكم احبكم في الله، الله يحفظكم ليا. ويعني بديت التشجيعات ديالكم ودعواتكم هما اللي كتخلوني نوض نصور ونحط لكم فيديوهات، لان فيهم تعب بزاف. كنطلب منكم انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، لان البارطاج لايك وكذلك كومونتير هما اللي كيخليو الفيديو كيطلع وكيشوفوه الناس اخرين. هنايا كيف شفتوا معايا القوام ديال البيتزا راه كتجي طريه واخا هي محمره، كتجي رقيقه، كتجي بنينه بزاف. راه جات احسن من اللي كنحضروها في الفرن. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، فعلا كتجي رائعه وبنينه بهذه الطريقه. ما تنسونيش باكثر عدد من اللايكات والبارطاج. شاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم. كنقول لكم احبكم في الله، الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين ويسر لكم جميع اموركم. خليتكم على خير والسلام عليكم.